طيب الزمالك بيفوز على بيراميدز، بس قبل ما نتكلم اي حاجه استنى عشان في سؤال مهم جدا عايز اساله الاول. سؤال لاستاذ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. انت بس فالح تخش على صفقات الاهلي تبوظها، تخش تاخد تضايق الاهلي في اي صفقه داخل فيها، تعلي عليه السعر وتاخده وتاخد اي لاعب. سؤال بقى هنا، ازاي انت ما انتبهتش ان انت عندك ترسانة اللعيبه الجامده قوي دي كلها، وسايب مدرب زي يوريتيتش ده هو اللي بيدرب؟ لا ده انا هقعد لك بقى. وسايب مدرب زي يوريتيتش ده هو اللي يدرب الفرقه لغايه دلوقتي. ازاي يعني؟ ازاي؟ خلينا الاول نتكلم على حاجتين مهمين جدا. اول، من كام يوم انا كنت قاعد اتفرج على ماتش في قمه الدوري الانجليزي ما بين مانشستر سيتي وما بين ارسنال. الماتش رايح جاي وخلص 2-1 وهجمات واجوان، وده والحارس ده يغلط والحارس ده يشيل ويعمل ويسوي. بعد كده اجي اتفرج على قمه الدوري المصري ما بين الزمالك وما بين بيراميدز، ما دول قمه الدوري دلوقتي الاول والثاني. تمام. انا كنت هنام على نفسي وانا بتفرج على الماتش. ماتش لا فيه فنيات ولا لعيبه ولا لعب ولا كور ولا طريقه لعب ولا تنظيم ولا اي حاجه. فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع، وشويه يتقلب الموضوع الفرقه اللي كانت بتدافع تهاجم، والفرقه اللي كانت بتدافع الفرقه اللي بتدافع بقول اي حاجه. انت فاهم؟ الماتش ماشي باي حاجه، وفي الاخر تلاقي تغيير ولا تغييرتين قلبوا الماتش. ولكن خلينا بقى نتكلم شويه عن تفاصيل الماتش. كابتن معتمد جمال، هنبتدي بالراجل ده. الراجل ده يا جماعه، بص، هو عارف ان هو فنيا مش احسن حاجه، يعني ما يقدرش يديك فنيات، ولكن هو عمل حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى انه عرف يربط ما بين اللعيبه وما بين الجماهير، فخلى اللعيبه نازله الماتش وهي عارفه انها امكانياتها اقل بكتير جدا من امكانيات الفرقه اللي قدامها. انت بتتفرج شايف فرق الجوده ما بين لعيبه بيراميدز وما بين لعيبه الزمالك رهيب، فرق رهيب. ولكن بسبب الروح القويه جدا اللي موجوده عند فريق الزمالك، العيال نازله تضغط تاكل النجيله. انا وحش وانا عارف ان انا وحش واقل من الفرقه اللي قدامي، بس هكسب. ازاي؟ ما اعرفش، بس هكسب. هضغط، هموت نفسي في الملعب، بس هكسب. معروفه، انا هضغط لغايه ما اكسب. هو دي الروح اللي عملها كابتن معتمد جمال. والحاجه التانيه انه مش بيكابر، مدرب مش بيكابر. اول حاجه، في لعيبه كتير جدا اتوظفت في عكس في مراكز ما كانتش بتلعب فيها قبل كده خالص، وقدمت نسخه تاريخيه من نفسها. ابسط حاجه، الباك اليمين مش فاكر كان اسمه محمد ابراهيم، كان من الناشئين طلعوه، ما حدش كان بيستخدمه قبل كده خالص، وهو كان بيلعب مكان عمر جابر مكان عمر جابر وكان زي الفل. استخدام واحد زي ايشو، الراجل كان كل جماهير الزمالك عايزاه يمشي، استخدموه كباك شمال والراجل كان زي الفل. فمحمد السيد ما كانش بيلعب، ولما بدأ ياخد فرصة مع معتمد جمال أثبت نفسه. شفت الكرة اللي عملها البزيرة، الكرة اللي هو اللي فنشها شيكو بنزا ده، انا جاي له كمان شويه. شيكو بنزا اللي ضيعها واللي هي جابها جون وفي الاخر اتحسبت اوفسايد، هو اللي استلم على صدره وبعدين قام ناتشها كده. فالصراحه لعيب محترم جدا، مدرب قوي، روح، عنده روح، وهو بيدي روح للعيبه حلوه قوي، بيخلي الفرقه قايمه. وهتيجي مثلا في التعليقات تقول لي انت كاهلاوي ازاي تتكلم عن الزمالك كده؟ انا راجل عندي ضمير، هتكلم باللي بتفرج عليه واللي بشوفه. انت عايز تلغي ضميرك وتتكلم بانتمائك بس، مش مشكلتك، اقفل الفيديو وروح اتفرج على حد تاني. تمام. نيجي بقى للنقطه التانيه، وهي نقطه الجماهير. يا جماعه ايه ده؟ انتوا في ايه يا جدعان؟ انتوا في ايه بجد؟ ده ايه الجماهير دي وايه المنظر ده وايه التشجيع ال90 دقيقه ده؟ شويه من الماتش اللي هو طبيعي بيتعبوا، فتلاقي الصوت وطى، مش بيوقفوا، الصوت بيوطى. انت فاهم؟ ورغم كده تلاقي صوت عيال صغيره طالع من كتر التشجيع. انت فاهم؟ وبعد كده تلاقي الصوت عالة تاني. اخر الماتش المفروض انت خلاص تعبت كجمهور من كسبت الماتش من هنا، والجماهير ايه الادرينالين ده؟ ايه ده يا جدعان؟ هو في ايه يا جدعان؟ مش كده، بالراحه ايه ده؟ ولكن يا جماعه نيجي بقى نتكلم على لعيبه معينه. بزيرة ده بالظبط عامل شبه محمد صلاح مع المنتخب، ملوش لازمه طول الماتش. يا يتقفل عليه
فما يعرفش يعمل حاجه، يا اما هو الكور تقلش من رجله وما بقاش قادر يجري، مش قادر يعمل حاجه في الماتش. ولكن اللعيب ده ذكي بشكل بشع، لو عطيته ربع سنتي يعمل منه حاجه هيعمل. الجون اتفرج عليه وعيده تاني، بزيرة لو كان قدم صباع رجله قدمه بس كان الجون هيتحسب اوفسايد. ولكن كان ذكي وعنده وعي بالمدافع اللي في ظهره والمدافع اللي جنب منه على شماله، واخد خطوه واحده بس ورا، خطوه واحده برجله ورا. قام شيكو بنزا لعبها له، قام هو حاططها جون. كوره واحده جابها جون، خلاص كده. جات له فرصه تانية، المرتين اللي فلت منهم، قام عاطي كوره لشيكو بنزا، قام شيكو بنزا حاططها جون. ونيجي بقى في الاخر لشيكو معزه شيكو بنزا. يا جماعه اللعيب ده خساره تمشوه بعيدا عن هو لعيب محبوب جدا. انا بص، انا بتفرج عليه حبيته، انت فاهم، انا بقى حبيته، اتفرجت عليه حبيته. هتيجي تقول لي طب ما تاخده عندك في الفرقه؟ يا عم هاته يا عم اكيد هيبقى اكيد احسن من اللي عندي في الفرقه دول هاته يا عم، هات شيكو بنزا، مش عايزه. الواد روح حلو قوي. الناس بتشتمه يعني صبح وظهر وعصر وكسبته حد واثنين وثلاثه واربعه وخميس وجمعه ولا يبالي. الراجل جاب الجون رغم انه اوف سايد، هو كان عارف، كان حاسس انه اوف سايد، عشان كده تلاقيه لا قلع التيشيرت ولا حاجه عشان ما ياخدش انذار على الفاضي، قعد يرقص مع الناس والدنيا حلوه. انت فاهم. الجون اللي قبله شفت عدى الولا ازاي، كوره واحده جات له، نتش الكوره جرى هوبا سكالوبا، اما عطيها ما ننشي فيها، كان ممكن يشوطها. شبه واحد عندنا كده بيلعب على الباك الشمال، تمام، على الوينج الشمال ومعاه شرط الكابتن وبدون ذكر اسامي، اسمه تريزيجيه، تمام. كرة زي دي تريزيجيه كان زمانك شايطها ار2، بس هو ما اننش، رغم انه كان ممكن يأنن عشان يجيب الجون ويثبت ان هو كان المفروض يلعب، بس ما عملش كده. ده يثبت لك ان اوضه الملابس، اوضه اللبس بتاعتهم كلهم صحاب، كلهم بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض. ده الفرق. عارف بيفكرك بايه؟ بنفس اللي حصل السنه اللي فاتت اخر ماتش في الدوري، لما حسين الشحات كان ممكن يجيب الكره جون وكان داخل انفراد، عطاها بالكعب لامام عاشور عشان امام عاشور يجيبها جون. هل الكلام ده انت بتشوف عشان يبقى هداف الدوري؟ هل الكلام ده انت بتشوفه السنه دي؟ مستحيل تشوفه السنه دي. ليه؟ لان اداره الاهلي، واسمحوا لي شويه ان انا هتكلم على الاهلي في الموضوع ده، اداره الاهلي عملت فجوه زمنيه كبيره جدا، فجوه رهيبه ما بين اللعيبه وبعضها، فبقت اللعيبه جوه احزاب، جوه شويه مع الكباتن عشان يضمنوا لقمه عيشهم ويفضلوا في النادي، وشويه مع اللعيبه، مع اللعيبه اللي هي النجوم وشايفه نفسها شويه خدت جنب على نفسها، انا اشمعنى انا ما بتساويش شبه مثلا امام عاشور، ازاي انا يتعامل معايا كده بعد اللي عملته. فتلاقي ان ما فيش حد، ما بيحبوش بعض. وتيجي تقول لي بقى ما، ويجي بقى الاعلام المنتسب للاهلي يقول معلش يا جماعه انا اهلاوي بخاف على فرقتي، فانا هتكلم اللي في مصلحه فرقتي. معلش، انا عندي ماتش مع بيراميدز الماتش الجاي، هل بيراميدز هتلاعبني زي ما كانت لعبه خايفه قدام الزمالك؟ مش هيحصل الكلام ده. بيراميدز كانت نازله خايفه من الزمالك، وما تقعدش تضحك على نفسك ان انت تكون بتدافع بالشكل ده. وكون في لعيبه يعني في لعيبه يعني ايه بالاسم كده مستواه رايح في داهيه، شبه فيستون مايلي كده. ولكن يا جماعه خلينا نتكلم بالعقل وبالمنطق، الفرقه كانت نازله خايفه من الزمالك، لان الزمالك باين ان هو فرقه زي ما بيقولوا كده مقطعه بطايتها، اللي هو انا نازل اكسب، يا عم انا وحش وهكسب. فده الفرق. لكن انت الفرق كلها بتنزل ضدك عارفه ان انت اللعيبه مش حابه الجمهور، والجمهور مش حابب اللعيبه، والاداره مش فارقه معاها، واللعيبه مش فارقه معاها، وكله مش فارق مع كله. فكده كده انا مش هدافع، ولو دفعت عندي 2 ولا 3 لعيبه اللي هيحاولوا وخلاص عشان يجي لهم عروض اخر الموسم، يا اما عشان يجددوا مع الاهلي، وخلصنا على كده. بقيه الفرق ما مش همها اي حاجه اصلا. فبتلاقي ان النتيجه ان اي فرقه بتنزل عليك في الدوري ضغط عليك. فهل تتوقع ان بيراميدز ده هيكون هو بيراميدز اللي ضدك كمان كام يوم؟ لا، بيراميدز هينزل ضدك ضاغط وعايز يكسب، لانه بيراميدز عارف ان هو لو خسر ضدك انت هتطلع مركز تاني وهو هينزل مركز تالت، فيبقى ضيع على نفسه دوري ابطال افريقيا بالصرف اللي عمله ده كله الصيف ده، الصيف والشتاء. لان ده الراجل شاري ايفرتون ده سيلفا بس اللي في الصيف اللي فات ب 4 مليون دولار، فهو صارف كتير جدا. فبالتالي والسنه دي هو ما خدش اي حاجه وطلع من دوري ابطال افريقيا والدنيا بايظه. فبعد اذن
طبعا احنا اتكلمنا اهو، خلصنا الزمالك. كلمتين بس الاهلي في الاخر. بعد اذن اداره الاهلي تشحن اللعيبه، تشحن اللعيبه ايجابيا، طبعا احنا بنتكلم ايجابي، تشحن اللعيبه ايجابيا وتفهمهم ان هم لازم ينزلوا يعملوا اقصى ما عندهم عشان يكسبوا ويقدموا كرة حلوه تمتع الناس وتكسب. لان انت عندك لعيبه كويسه الجوده بتاعتها حلوه. لما لعيبه الزمالك الجوده بتاعتها قليله جدا تقدر تكسب عشان بس عندهم روح، وعندهم 2 ولا 3 لعيبه عندهم فنيات وكرة حلوه، وانت اللي عندك 11 لاعب بالبودلة كويسين، ما تقدرش تعمل حاجه ويكون ادائك بالمنظر ده الموسم كله، فدي كارثه. بس ده اللي كان عندي النهارده. مبروك للزمالك، واتمنى مش الزمالك بس، اي فرقه يكون عندها روح وعزيمه بالمنظر ده انها تكمل بنفس الروح والعزيمه. لان اديكوا شفتوا الزمالك ده خير، كان خير مثال النهارده ان مش شرط الجوده هي اللي تكسب. وعلى فكره الاهلي كان مثال لده في كل بطولات كاس العالم للانديه اللي فاتت، سواء كان ضد الهلال السعودي وهو ناقص لعيبته لما كانت لعيبته في افريقيا، سواء كان ضد اتحاد جده لما انت كسبتهم، سواء قدام العين الاماراتي. فدايما ما كنتش انت الافضل فنيا، ولكن كنت دايما في الملعب الروح بتكسبك. فاتمنى الروح دي ترجع تاني. مبروك للزمالك ومبروك لجمهوره طبعا. وعايز اتكلم كلمتين بس للحكم، عشان كان في ناس كتير قوي بتقعد تطلع تقول لك ده حكم وده هيحكم للزمالك ودي مش عارف ايه. الحكم اهو النهارده لا حكم للزمالك ولا حاجه. التحكيم كان زي الفل، ولما كان بيتغاضى عن فاول هنا كان بيعدل الناحيه الثانيه، وكان بيتغاضى عن الفاول الناحيه الثانيه عشان يعادل الكفه. حكم زي الفل، شابوه للحكم الصراحه انه واقف على رجله في ظل الضغط والشتيمه والبهدله اللي بتحصل للحكام الفتره اللي فاتت. شكرا للحكم دوت، واتمنى انه يكمل ان منظومه التحكيم تتعلم من انا نسيت اسمه، محمد حاجه تقريبا. اتمنى ان اي حكم مصري يحكم ماتشات كبيره في الدوري يتعلم النهارده من حكم مباراه الزمالك وبيراميدز. بس كده هرجع اقول تاني وتالت ورابع مبروك للزمالك وجمهوره. مش معنى ان انا اهلاوي ان انا ما اتبسطش بتجربه كويسه زي دي. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم.